مصر الحبيبه لا هي دوله فرعونيه ولا هي دوله عربيه. وقلنا للناس قبل كده ازاي مصر مش دوله فرعونيه، وان فرعون ده مجرد اسم الملك ظالم حكم مصر في فتره من الفترات. فانا ما ينفعش ان انا انسب حضاره 5000 سنه مصريه قبل الميلاد الى الملك الظالم ده، لان ده في نوع من التقليل من الحضاره المصريه القديمه. طيب ازاي مصر مش دوله عربيه؟ الحقيقه ان مصر مش دوله عربيه. ليه؟ لان المصريين مش عرب ولا العرب مصريين. مصر لغتها الرسميه هي العربيه لكنها مش دوله عربيه. زي ما الكاميرون لغتها الرسميه هي الفرنسيه، الكاميرون مش دوله فرنسيه. زي ما البرازيل لغتها الرسميه هي البرتغاليه، البرازيل مش دوله برتغاليه. لكن اي دوله بتدخل دوله تانية سواء فتح سواء احتلال سواء غزو بتفرض لغتها الرسميه على الدوله اللي دخلت. العرب لما دخلوا مصر مع دخول الاسلام خلوا اللغه الرسميه لمصر هي اللغه العربيه، وعشان حد يتعين موظف في الدواوين المصريه كان لازم يكون بيتكلم اللغه العربيه. وفي المدارس بداوا تدريس اللغه العربيه، واللي دخل الاسلام من المصريين كان لازم يتعلم اللغه العربيه عشان يقدر يقرا القران ويفهم الاحاديث والسيره والسنن. فبالتالي المصريين اتكلموا اللغه العربيه لكن المصريين مش عرب. والعرب لما دخلوا مصر في فتره من الفترات دخلوها على هيئه قبائل معظمها موجود الى الان في سيناء وفي الصعيد. قبائل منهم في بعضهم بيتجوزوا من بعض، وقله قليله ممكن يتجوزوا من عامه المصريين فيحصل اختلاط انساب. لكن الدراسات الاخيره اللي اجريت اثبتت ان 75% من المصريين اللي عايشين في مصر ترجع اصولهم الى قدماء المصريين. وحتى وان كانت الديانه الرسميه لمصر هي الديانه الاسلاميه، فمش معنى ان الاسلام نزل في ارض العرب او في جزيره العرب او بين العرب ان اي دوله تكون بتدين بدين الاسلام تكون عربيه. زي ما ماليزيا دوله مسلمه لكن مش عربيه، اندونيسيا دوله مسلمه لكن مش عربيه، الشيشان دوله مسلمه لكن مش عربيه. شان مصر والمصريين شان الحضاره الامازيغيه اللي كانت في المغرب العربي. حتى لو اتكلموا عربي حتى لو دانوا بدين الاسلام فهم برضه مش عرب. للمفارقه كمان ان العرب اللي دخلوا مصر مع دخول الاسلام هم عرب السعوديه او عرب جزيره العرب. عرب جزيره العرب دول اصلهم اصلا النبي اسماعيل. النبي اسماعيل امه السيده هاجر المصريه. يعني اصل العرب اللي دخلوا مصر فيه اصلا نسب مصري. يعني المصريين اخوال العرب اللي عايشين في السعوديه، مفيش واحد هيتنسب لابن اخته. لكن مصر والعرب جيران، العلاقات بينهم قويه جدا وجميله جدا. ده مفيش فيه اي مشكله تمنع ان احنا نقول ان مصر مصريه والعرب عرب، والكاميرون كاميرونيه حتى لو بيتكلموا فرنسي، البرازيل برازيليه حتى لو بيتكلموا برتغالي. وعشان كده هتلاقي رئيس الجمهوريه دايما في خطاباته بيقول الجمهوريه المصريه، لان المصريين مش عرب.